ليه لازم تتعلم تحليل البيانات؟ لأنها واحدة من أكتر الوظائف المطلوبة والمؤثرة. ناس كتير أوي ما تعرفش إن الشغلانة دي ممكن تكون سبب في إن شركة تكسب أو تخسر ملايين. إزاي؟ ده بيحصل عن طريق تحليل سلوك الناس وقرارات الشراء بتاعتهم. لما تفتح موقع إي كوميرس زي طلبات وتلاقي كومبو أوفر بيقولك اشتري المنتج ده ومعاه ده بسعر أرخص، أو لما توصلك رسالة بعرض على منتج أنت فعلا كنت بتدور عليه، ده مش حظ، ده داتا. السر في إننا كبشر عندنا تشابهات كبيرة جدا في تصرفاتنا. اللي انت بتحبه في مصر في شخص شبهك في امريكا بيحب نفس الحاجه، ومحلل البيانات بيشوف الانماط دي قبل اي حد تاني. محلل البيانات مش موظف عادي، اوقات ممكن يشتغل جنب السي او، لانه ببساطه هو اللي بيمد الاداره بالمعلومات اللي بيتاخد على اساسها قرارات مصيريه. فمرتبات الشغلانه ممتازه والطلب عليها ضخم جدا، وده مش كلامي، ده كلام الورلد ايكونوميك فورم. بيقول ان 100% من الشركات حول العالم هتحتاج متخصصين في تحليل البيانات. يعني مفيش شركه صغيره او كبيره هتستغنى عن الداتا اناليتكس. السؤال دلوقتي مش هتعلم تحليل بيانات ولا لا، السؤال الصح هنا بقى هتبتدي امتى؟